الواحد منا قبل 5 سنوات، فضلا عن 10 سنوات، فضلا عن أيام الشباب، لا يذكر ماذا ارتكب من ذنوب، وكلها مسطرة. كل ما ينطق به الإنسان يكتب عليه منذ أن يكلف، منذ أن يبلغ. ربكم يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأين المفر؟ لا ملجأ منه إلا إليه جل في علاه. ففروا إلى الله بتحقيق التوحيد، ففروا إلى الله باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففروا إلى الله بالإكثار من الأعمال الصالحات التي عند الله منزلة، ويكفي منها الصيام، إلا الصوم فإنه لي. تذكر قصة ذاك الصحابي، تخيل صحابة 2 خوت رآهم طلحة، واحد منهم مات في سبيل الله شهيدا، حديث صححه الألباني في الترغيب. تخيل إخوة، صحابي وصحابي، الأول مات شهيدا في سبيل الله، في سبيل الله، والله أعلم بمن يموت في سبيله، اللون لون الدم والريح ريح المسك، الله أعلم. إن هذه الكلمة ظلمت في عصرنا، زي كلمة الشهيد وكلمة الشيخ وكلمة الحاج وكلمة كذا وكذا، كلمات مظلومة والله. زمان نحن شيوخه قال: من فات أو في من فات زمن سوء. في تراجم الأولين والآخرين في كتب التواريخ والسير وكذا والطبقات لا تجد الحاج فلان، لا تجد. ومنها الشهيد، تطلق على من يسب الله، تطلق على من يترك الصلاة، تطلق على من يقتل الناس. رخصناها، ولكنها عند الله غالية. لو لم يكن في درجة الشهادة إلا أنهم من ضمن ال4 طبقات في المنعم عليهم الذين ندعو الله في كل ركعة أن يلحقنا بهم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كيف تلحق بهم ومن يطع الله والرسول؟ الشاهد هذه الشهادة. صحابي مات شهيدا في سبيل الله، أخوه مات بعده بسنة على فراشه، رآهم في المنام طلحة أحد العشرة رضي الله عنه. ماذا قال؟ جاء إلى النبي، استعجب وحق له، يعني اللي مات على الفراش أعلى درجة من المات شهيد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مما تعجب؟ تفكر، مما تعجب؟ سنة واحدة عاش بعده. قال: ألم يصلي بعده 6000 ركعة؟ وهنا شاهد، ألم يصم بعده رمضان؟ تخيل صيام رمضان واحد بعد أخيه فاقه في الدرجة. شهر المقربات، شهر التوبة، شهر العودة إلى الله. حاسب نفسك يا عبد الله يا مسلم. عمر الفاروق، وإذا ذكر الصالحون يقول عبد الله بن مسعود: فحي هلا بعمر، يقول: إنكم اليوم في عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كونوا من أبناء الدنيا الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أمامنا يوم الحساب، كلنا يقرأ في كل ركعة في الفريضة وفي النافلة: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب. إذن هناك حساب. بل أول آية في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم. رب يقول: اقترب للناس حساب. بعض الناس يظن أن يوم القيامة بعيد، لا والله، ماذا يفصلك عنه إلا الموت. تدري متى تموت، أين تموت، كيف تموت، على أي حال تموت، تدري؟ تملك من هذا شيئا؟ لا تدري نفس بأي أرض تموت، فضلا عن زمن تموت، فضلا عن كيف يموت. لا تدري يا عبد الله. لا يفصلك عن القيامة إلا الموت، والموت يأتي فجأة، بل من علامات الساعة موت الفجأة. تخيل، يقول المغيرة بن شعبة: إذا مت يا ابن آدم قامت قيامتك الصغرى، أما الكبرى تلك التي يقوم فيها الناس لرب العالمين من قبورهم. الشاهد من الأمر، هذا الصحابي بقي رمضان واحد بعد أخيه، رفع تلك الدرجة. فكم أدركنا من رمضان؟ اللي عمره 50 و60 سنة على الأقل صام 30 رمضان. هل فعلا حقق فيها توحيد رب العالمين؟ هل فعلا صام إيمانا واحتسابا؟ هل فعلا نال من الدرجات الرفيعات والحسنات الماحيات كثيرة؟ هل فعلا كفرت له سيئاته؟ من الذي سيفوز؟ الذي سيأتي آخر الشهر إن مد الله في العمر ويكون يومه يوم العيد: من فاز في رمضان، من عتقت رقبته في رمضان، في كل ليلة عتقاء لله من النار، حديث. في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، حديث. ماذا نريد أكثر من هذا؟ في كل ليلة عتقاء لله من النار، وفي كل يوم وليلة دعوة مستجابة. بل ورد في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.
وهذا شهر القرآن. يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، والقرآن يا رب منعته القيام فشفعني فيه. الصوم يشفع والقرآن يشفع وسيد الأولين والآخرين يشفع. نسأل الله رب العالمين أن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن تقول الشفاعة يا رسول الله كما يقولها الكثير، اشفع يا رسول الله، لا يجوز شرعا. قال الله في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا، أسأل ربك أن يشفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر كله لله عز وجل. فهذا رمضان يا إخوة، انظر هذا الحديث وذاك الحديث: من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه أبعده الله، وفي رواية: رغم أنفه. بل إذا كان يوم النفل يباعدك عن النار 70 خريفا، فكيف بيوم الفرض؟ فكيف بتلاوة القرآن؟ ألف لام ميم حرف، لا أقول، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 30 حسنة. أقل حروف القرآن يا إخوة 300,000 حرف بإجماع العلماء. يعني لو ختمت ختمة واحدة 3 ملايين حسنة غير في تلاوة القرآن، ختمة واحدة. فكيف بالاعتكاف؟ وأقل الاعتكاف، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه ساعة، يقولون أقل الاعتكاف ساعة. تنتظر الظهر، تنتظر العصر، من المغرب إلى العشاء، النية تجارة العلماء، انوي الاعتكاف. رسولنا كان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. انهمكنا في الدنيا على الأقل عندما تبقى في المسجد ولو ساعة انوي الاعتكاف، وانوي انتظار الصلاة. فالنية تجارة العلماء، كما يقول ابن رجب وغيره من أهل العلم. يا مسلم، أمامنا الموت لا مفر منه، كل نفس ذائقة الموت، كتبه الله على سيد الأولين والآخرين، فكيف بنا؟ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ألم تسمعوا أن ربكم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ونظيرتها في الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الموت قادم، في أي واد نزلت الموت سيقدم عليك لا محالة. فماذا بعد الموت؟ هنا الشاهد، ماذا بعد الموت؟ هل ستكون من الذين ينجيهم الله من عذاب القبر؟ هل ستكون من الذين سينجون وسيجيبون أسئلة القبر، وهي فتنة القبر التي كان الرسول يستعيذ منها في دبر كل صلاة؟ بل تقول عائشة: كان يعلمنا الاستعاذة من الأربع كما يعلمنا القرآن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة القبر: رسولي الله هذا محمد جاءنا بالبينات والهدى، إن كنت تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ولا تعبد ربك إلا بما جاء به فابشر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في سورة إبراهيم، فسرها لنا الرسول كما في الصحيحين، لا تحتاج إلى تفسير آخر. قال: هذه فتنة القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل سيثبتنا الله في القبر؟ هذا رمضان أمامك. هل سننجو من ضغطة القبر فضلا عن عذاب القبر؟ تخيل ضغطة القبر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. تدري من سعد بن معاذ؟ هذا من سادات الأمة، من أولياء الله فعلا. سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش عند الموت. تخيل، العرش أعظم مخلوق وأول مخلوق على رأي جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول أثقل مخلوق. استنبطها من حديث الصباح، أذكار الصباح والمساء: سبحان الله زنة عرشه عدد خلقه مداد كلمة، معروف زنة عرشه. تخيل أول المخلوقات وأعظم المخلوقات يهتز لموت إنسان. من هذا الإنسان؟ سعد بن معاذ. لماذا؟ من أولياء الله، وبالرغم من ذلك ليس له من حق العبادة شيء. اهتز له العرش. تدري العرش الذي ذكر الله في القرآن في 7 آيات أنه استوى عليه، بل ذكره الله في القرآن أظن في 21 موضع. وهناك كتب طبعا للذهبي العرش، والعرش لابن أبي شيبة وغيرها من كتب العرش. الشاهد: سعد بن معاذ اهتز له العرش، ما نجا من ضغطة القبر. سعد بن معاذ الذي مناديله في الجنة خير من مناديل الدنيا الحريرة، ما نجا من ضغطة القبر. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرير هداه له المقوقس ملك الإسكندرية، فبعض الصحابة يلتمس هذا الحرير الناعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ الذي حكم في بني قريظة في القصة الشهيرة في السيرة أنه وافق حكم الله في الحكم في بني قريظة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وافقت حكم الله من فوق 7 سماوات أو 7 أرقعة. سعد بن معاذ الذي لما حملت جنازته
شيعه 70,000 ملك من الملائكة، وبالرغم من ذلك لم ينجو من ضغطة القبر. فيا من أثقلتك الذنوب كيف سيكون الحال؟ وها هو رمضان سيتسرم لا محالة، إن مد الله في عمري وعمرك سيتسرم. بل ربنا يقول لنا أياما معدودات. العمر كله قليل وما بقي منه إلا القليل. يقول أبو حازم الدنيا كلها قليل وما بقي منها إلا القليل. الدنيا وعمرك فيها يا ابن آدم قليل وما بقي لك إلا القليل. هذا لو أنك ستعمر، فكيف والموت يأتي فجأة؟ كم ضرب الله نسبة الدنيا في الآخرة في القرآن؟ لو نعقل القرآن. اعقلوا عن ربكم، والله ما أنزل من آية إلا يريد منكم أن تعقلوها. مرة يقول رب العالمين أن الدنيا بالنسبة للآخرة ساعة من نهار، تخيل، مرة عشية أو ضحاها، كأنهم لو يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فترة العشية وفترة الضحى. وفي الأخرى في الأحقاف يقول ساعة من نهار، وفي الأخرى يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. دنيا بهذا القدر نتمسك بها ونترك الآخرة الدائمة السرمدية. وربنا يقول لنا أكثر سورة تتكرر على أذان المسلمين سورة الأعلى، آخرها تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى، حتى في صحف إبراهيم وموسى. وفي القرآن أن الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. فكيف نقدم الدنيا على الآخرة؟ يا مسلم، هذا شهر تنال فيه الحسنات، فكثر زد رصيدك من الحسنات بتلاوة القرآن، بالإتيان إلى المساجد، بالمحافظة على الفرائض، بالاعتكاف، بالصدقات ولو ما تيسر. الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. أحد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم صاحب الصدقة. تخيل، صاحب الصدقة. بل منهم شاب نشأ في طاعة الله. يا شباب، انشأوا في طاعة الله تكونوا من أصحاب هذه الخصلة. في يوم لا ظل إلا ظله، في ظل العرش 7 يظلهم الله: رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله. ألف السيوطي كتاب اسمه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة للعرش، ذكر مجموعة أبرزوا هذا الحديث 7، وكذلك قرينه السخاوي، وكذلك الزرقاني المالكي، وكذلك ابن حجر له جزءا في هذا، وكذلك الأجري صاحب الشريعة. هذا كلهم ألفوا في الخصال الموجبة للعرش. فتخيل لو أنك كنت من أصحاب إحدى هذه الخصال فضلا عن 2 أو 3، كيف سيكون حالك والناس واقفة في زمن قدره 50,000 سنة في الشمس؟ قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل يوم القيامة، في يوم مقداره 50,000 سنة، فيأخذهم الهم والغم والعرق. العرق يأخذهم على قدر أعمالهم. يقول الرسول: منهم من يغرق العرق يأخذه إلى كعبيه أو حقويه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وهذا تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تدري أن العرق يذهب إلى الأرض 70 ذراعا في البخاري. فكيف سيكون الحال؟ تدنو قدر ميل. الميل فسر بتفسيرين: الميل هي المسافة كيلومتر 600 متر، أو الكحل العود لكحلوا به. تخيل نحن الشمس لا نستطيع أن نقف فيها 5 دقائق، فكيف بيوم تدنو فيه الشمس من الخلائق بهذا المقدار في تلك المدة الزمنية الطويلة؟ فإن لم تظلك الأعمال الصالحة فقل لي ماذا؟ إن لم تدافع عنك الصلاة والصيام ونقل الخطى إلى المساجد في رمضان، نقل الخطى إلى المساجد وتلاوة القرآن في القبر، فمن ذا الذي سينجيك؟ ورد في الحديث: الصلاة تدافع، والصيام يدافع، ونقل الخطى إلى المساجد يدافع، وتلاوة القرآن تدافع، والأمر بالمعروف يدافع، والنهي عن المنكر يدافع. فيا قومنا أجيبوا داعي الله. قالها الجن لما سمعوا. تخيل مجلس واحد، الجن عجب، هذا من العجب أنهم في مجلس واحد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فرجعوا إلى قومهم منذرين. أخبرنا الله بهم في سورة الأحقاف. وفي سورة الجن لما ولوا إلى قومهم منذرين ماذا قالوا؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا أصحاب الذنوب. وماذا قالوا؟ سمعنا قرآن. انظر وصف الجن للقرآن: يهدي إلى الرشد. سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ولوا إلى قومهم منذرين، مجلس واحد، تلاوة واحدة. فكيف بنا نسمع القرآن في التراويح ولا يحرك فينا شيئا؟
أما سمعت أن القرآن لو أنزل على جبل لتصدع؟ أو ما سمعت في القرآن أن القرآن لو كلم به الموتى أو قطعت به الأرض أو سيرت به الجبال لكان هذا القرآن؟ أما سمعت عثمان رضي الله عنه يقول لو كانت قلوبنا حية ما شبعت من كلام الله؟ أو ما سمعت خباب بن الأرت أحد السابقين في الإسلام من كبار الصحابة يقول تقرب إلى الله بما استطعت ولن تتقرب إلى الله أحب إليه مما خرج منه أي القرآن؟ أو ما سمعت أن ربك يقول تلاوة القرآن التجارة الرابحة؟ إن الذين، شوف ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا قومنا أجيبوا داعي الله بلا إله إلا الله قبل كل شيء، وإلا لو الإنسان صام ما صام واعتمر ما اعتمر وحج ما حج وتصدق ما تصدق وصلى النوافل ما صلى وهو واقع في الشرك لن ينفعه أمام الله يوم القيامة شيء، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال. ربنا أخبرنا أن رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام أول ما بدأوا به أقوامهم التوحيد وحذروا من الشرك كلهم، من أولهم محمد إلى ختمهم، من أولهم نوح وقبله آدم عليه الصلاة والسلام إلى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم بدأوا أقوامهم بماذا؟ بتحقيق لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة مفتاح الجنة، هذه الكلمة كلمة التقوى، لو ضيعتها كل أعمالك ستكون معرضة للزوال. كيف وربنا يخبرنا عن الرسل أنفسهم عليهم الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأعلم الناس بالله وأحرص الناس على هداية الناس هؤلاء الرسل. ماذا أخبرنا الله عنهم؟ ماذا قال؟ قالوا لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في سورة الأنعام. خذها للفائدة. ذكر الله سبحانه وتعالى من الرسل بأسمائهم العالم 25 رسولا في القرآن. الرسل كثير، ورد في الحديث 315 رسولا، والأنبياء أكثر. طبعا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، مسألة أصولية مشهورة عند العلماء. الشاهد ذكر الله من الرسل 317 في الحديث عددهم، ذكر منهم 25 بالاسم في القرآن، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبشرون من وحد الله بالجنة وما أدراك ما الجنة، وينذرون من أشرك بالله بالنار وما أدراك ما النار وغضب الجبار. هؤلاء الرسل في موضعين في القرآن يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. جاء في سياق واحد أكثر مكان أو موضع في القرآن ذكر فيه مجموعة أنبياء بالاسم سورة الأنعام بعد محاجة إبراهيم لربه، القصة المعروفة في الشمس والقمر وغيرها. ثم قال الله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ثم ذكر مجموعة من الأنبياء 18 رسول بالاسم. يهمني منها الآن ما نحن في صدده. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه كتب التفاسير بين يديك، مع أنه واضح هو القرآن. قال لو أشركوا، الأنبياء يشركوا حاشاهم، هم معصومون من الكبائر، فكيف البدع فكيف الشرك والضلال. قال لو أشركوا، على فرض أن هؤلاء الأنبياء أشركوا أعمالهم حابطة، أعمال الأنبياء. بل نأتي إلى موضع آخر في القرآن أفضلهم وخاتمهم وسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي. يقول الله له في سورة الزمر ولقد أوحي إليك، الله يقسم مقدر هنا، شوف التأكيدات في هذه الآية، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شوف لام القسم. على فرض أن محمدا صلى الله عليه وسلم يشرك يحبط عمله، أعوذ بالله، محمد يشرك، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ يقول الله له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن يا عبد الله ينبغي لك أن تعرف ما هذا الشرك لكي تنجو منه، لكي تقبل أعمالك أمام الله. بل شبه الله أعمال المشركين يوم القيامة. ذكرنا الآن آيتين في الأنبياء، خذ الآن التمثيل من رب العالمين لأعمال المشركين يوم القيامة، ولا تعتقد أنك تنجو من الشرك. كيف ورسولك يحذر أن الشرك في أمته أخفى من دبيب النمل. حديث أبو بكر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له دعاء غير الله، قال الشرك أخفى من أمتي من دبيب النمل. في مظاهر للشرك خافية، في شرك خفي وشرك جلي. هذا حديث آخر يقول لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين المفر؟ حذر من الشرك وهو واقع لا محالة.
ونراه بأعيننا في ديار المسلمين. فانظر القرآن كيف جاب لك الأنبياء، وخذ التمثيل الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى في أعمال المشركين في سورة النور: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. في آية أخرى يشبه الله أعمال المشركين بماذا؟